انت متخيل من 4000 سنة تقريبا كانت النساء الفرعونيات عندهم تاج في إناء صغير بيحطوا عليه دهن عطري بيتأثر بحرارة الشمس فبيسيح وبينزل يعطر الشعر وبيعطر الجسم. كان في البدايات عند الفراعنة بيتم إنتاج العطر بطريقتين. أول طريقة كان في 2 من النساء الفرعونيات كانوا بيجيبوا حتة من الكتان يحطوا فيها الزهور وشوية من المية وبيبقى فيه خشبة على حرف الكتان وبيعصروا قدام بعض الكتان اللي جواها الزهور المبلولة، ودي كانت بتسمى طريقة العصر، وكان بيبقى فيه إناء بينزل فيه المادة. الطريقة الثانية كانت عن طريق الحرق أو التبخير، وده كانوا بيجيبوا الزهور والمواد العطرة وكانوا بيحرقوها حاجة كده يعني زي البخور. ما تنسوش تتابعوا سلسلة حلقات العطور والفراعنة من أباتشي.